السلام عليكم ورحمة الله. يمكن أول مرة تسمعوا صوتي على القناة. دايما متعودين على صوت الأستاذ مجدي أو الأستاذ محمود، بس أنا طلبت منهم إن أنا أطلع أحكي قصتي أنا بنفسي وبصوتي، وبشكرهم طبعا. هم كانوا واقفين جنبي وساعدوني كتير. أنا اسمي مروة، أنا ست عادية جدا، بروح شغلي وعايشة مع جوزي ومع أولادي. مش مختلطة بحد، دايما في حالي، دايما مش بأذي حد، ومش متعودة ان اروح لحد او حد يجيلي. دايما بيتي، ولادي، جوزي، شغلي، مفيش اكتر من كده. فجأة اكتشفت ان جوزي على علاقة بواحدة. للأسف الواحدة دي كانت متجوزة، فانا عملت معاها مشكلة وكده زي اي واحدة ست عادي يعني. فلما عملت معاها مشكلة قالت لي خلاص انا هبعد عنه. بعدت فترة فعلا، بعد كده اكتشفت ان هي لا، لسه على علاقة معاه، وان هي الموضوع كان بالنسبة لي كدبة بتضحك عليا. فطبعا اصرت وعملت مشاكل واتخانقنا وكده. بس ومفروض ان هي كده خلاص هتبعد عنه. فجأة لقيت جوزي متغير، مش قادر يبعد عنها، مرتبط بيها جدا، بيعمل اي محاولات عشان يرجع لها تاني. بتاخد منه فلوس كتير جدا، بتاخد منه دهب، مخليها دايما مش طايقني، مش عايزني. طبعا كلنا هنسمع القصة هنفتكر ان هي قصة خيانة زوجية زي اي قصة عادية، لكن للأسف هي مش كده. اكتشفت ان الست دي يعني بتقرا فنجان، بتعرف في الأعمال، 10 جن، مخاوية، ليها خدم. قصة كبيرة جدا. عمري في حياتي ما كنت أصدق أتفرج على الأفلام، مسلسلات، لكن إن أعيش التجربة دي وأشوفها بعيني وأعيش كل الأحداث مع جوزي، مع أولادي. فكرة الأعمال والكلام ده مكنتش بقتنع بيه خالص. بدأت بقى أشغل قرآن في البيت وأصلي زيادة وأقول أذكار زيادة زي أي حد بيحاول طبعا يكفي نفسه بالدين، بالقرآن، بالأذكار، بالرجوع لربنا. جوزي كان متعصب جدا، ضايق جدا. حسيت ان هو مش طبيعي، حسيت ان هو انسان مش طبيعي خالص. فوجئت بقى لما أستاذ محمود حاول يقرأ بعض آيات القرآن على جوزي إن حصل له صرع، إن حصل إن هو أغمى عليه. بدأ في ناس تتكلم على لسانه، بدأ يقولوا إن هم موجودين أكتر من شخص عايشين فيه، موجودين معانا من سنين وأنا معرفش. هو كان على علاقة بالست دي من 5 سنين تقريبا، المدة اللي هم كانوا موجودين فيها، وان هم مسيطرين عليه سيطرة كاملة. وان هي مش عايزة حاجة غير ان هو يطلق. الاستاذ محمود قال لها طب ماشي، لما يطلقها طب ما هو هيتجوز واحدة تانية. قالوا له ما عندناش مشكلة، بس الا دي، الا انا يعني. طب ليه؟ عشان هي بتسمعش الكلام. احنا بنطلب طلبات غريبة، نطلب حاجات كتير وهي مش بترضى تنفذها. دايما عايشانا في دور الشيخة، لا ده حرام، لا ده حلال، تستمتعش معانا، تبسطش معانا، تعملش اللي يريحنا ولا اللي يبسطنا. واحنا متضايقين منها جدا ومش عارفين نعمل معاها حاجة. الحمد لله يعني ان انسان قريب من ربنا. طب في ايه؟ طب ماشي، طب نخرج. بدأ أستاذ محمود يستدرجهم في الكلام، يعرف مين اللي عاملة العمل دي. طلعت قالوا اللي عاملة العمل منى. طبعا أنا عارفة الاسم لأن أنا عارفة العلاقة اللي بينها وبين جوزي. أستاذ محمود عنده خبرة كبيرة. كان معاه قلم كده،
انا اول مرة اشوف الموضوع ده. بدأ يقعد جوزي في مكان ضلمة، رسم له اول دايرة صغيرة على الحيطة، بدأ يقول له بص جوه الدايرة. جوزي بص فيها، قال له انا شايف 1 2 3 4 5 عدد الجن اللي كان جواه. شاف واحدة ست، وشاف راجل، وشاف اولادهم موجودين على الحيطة. استاذ محمود طبعا استغرب، قال له طب انتوا كل ده موجودين فيه ليه؟ حاول قفل عليهم الدايرة، فضل ان هو حبسهم. كانوا بيبكوا طبعا لان هم عايزين يخرجوا، مش عايزين يتحبسوا. رسم دايرة اكبر، حبس بقيتهم، كانوا محبوسين بالفعل. احنا طبعا ما كنتش شايفاه، لكن كنت سامع الحوار اللي بينه وبينهم، كنت سامع جوزي وهو بيتكلم. كنت في حالة ذهول جدا. استاذ مجدي كان موجود معانا برضو، كان بيحاول ان هو يهديني ويقول لي يعني نصبر وكده. جوزي اغمى عليه فترة طويلة. استاذ محمود قال هنسيبه يرتاح شوية. اتصلت باهله وجم طبعا مخضوضين، مش عاجبهم اللي انا عملته، مش عاجبهم اللي حصل. ازاي ان انا عملت معاه كده؟ ازاي ان انا فتحت الباب ده؟ ويعني من ردة فعلهم حسيت ان هم عارفين ان كان في حاجة وساكتين، او ان هم اصلا متفقين مع حد، او الموضوع ده قديم وانا معرفش. وفوجئت ان حماتي فاتحة بيتها للبنت دي وبتدخلها عندها، كان بيقابلها عندها في البيت، في بينهم علاقات واتصالات وحاجات من كده كتير. استعنا بشيخ تاني، لان استاذ محمود طبعا لان انا اللي جايباه ما كانوش مقتنعين، مع انه كان بيعمل شغل كويس جدا ويعني عنده قدرة، ربنا يديله الصحة. جابنا شيخ من محافظة تانية، جه عندنا عمل نفس الأستاذ محمود عمله تقريبا، وفضل يقرأ على زوجي لحد ما برضه حصل له نفس الكلام، وقال لي احنا كده خلصت على كل الموجودين في الشقة. قال لي كان في عندكم قبيلة بحالها موجودين في كل حتة، انتي أولادك زوجك، البيت، السراير، فرش، كل حاجة كان مليانة. انا مش متخيلة اصلا الموضوع ده خالص. ف معرفش، بعد ما مشي الدنيا هديت، جوزي هدي، انا هديت، الولاد هديوا، بيت بقى احسن. بس كان قلبي دايما حاسس ان في حاجة مش طبيعية، وان احنا لا، لسه مع الموضوع ده ما انتهاش بالنسبة لنا، وان لسه المشكلة قائمة، وان في حاجة غريبة في جوزي. وكان احساس من عند ربنا، وكان ربنا يعني مقويني عليه ومخليني ان انا افضل متمسكة ان في حاجة ما اديش الامان. حصل احداث غريبة جدا. في يوم قمت بالليل مش جاي لي نوم، فقمت اتوضيت، صليت ركعتين لله، جبت المصحف، قلت انا هقرأ شوية في المصحف لحد ما الأذان يأذن بتاع الفجر، أصلي وأنزل شغلي بعد كده. قرأت سورة البقرة كاملة، دي يعني مش أي حد بيقدر يقعد يقراها. أنا كنت صاحي حوالي الساعة 1 أو الساعة 12:30، لقيتني بقرأ سورة البقرة كاملة، سورة الدخان، سورة الجن، سورة ياسين. قرأت كل السور دي، معرفش ازاي، وكان جاي لي القدرة ازاي ان انا اقرأ ده كله مع اني عمري ما عملتها. سورة البقرة كمان في يوم دي او في كام ساعة ورا بعض ما حصلتش معايا قبل كده حتى في رمضان. فوجئت ان جوزي اتغير، بقى انسان تاني، عمال اصوات اسمعها غريبة جنبي. لقيت فجأة الغطا شال من عليه، رماه في الارض. بدأ الجزء العورة بتاعته من عند السرة حد الركبة يخرج لفوق، يترفع عن السرير مسافة عالية. بدأ يزوم، بدأ يعمل أصوات غريبة. أنا خفت، اترعبت، بس ما حاولتش أبين إن أنا مهزوزة أو خايفة. ست عشان موضوع السحر ده، فلقيتني بقرأها. وانا بقرأها بدأ الصوت يعلى، بدأ شفايف جوزي تتحرك،
حسيت ان هو بدأ يعني يقول، عايز يقول حاجة، ففضلت اقرا 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 واكتر واتاكد ان انا بقرا الايه اكتر من مره. ايات السحر طبعا اكيد في ناس عارفينها، ممكن ابقى اذكرها لكم بعد كده. نطق، قال لي انت عايزه ايه؟ قلت له انا عايزه اعرف انت مين. قال لي انا جاي من انا خادم لمنى وهي اللي بعتانا. طب عايز ايه؟ انا عايز اذيكي انت وجوزك وانتقم منكم وعيالكم. طب ليه؟ انا ما عملتلكش حاجه. ما انتي ما عملتيش، بس جوزك اللي عمل. جوزك عايز يفضحها، عايز يأذيها، واحنا مش هنسيبه يعمل كده. طيب ماشي، طب انتوا عايزين ايه وتمشوا؟ انا مش عايزه اذية ولا ليا ولا ليكوا. قال لي لا، انا مش همشي غير لما ادمره. قلت له طب ماشي، اعمل لك ايه عشان تمشي ومالكش دعوه بيه؟ قال لي يموت. قال لي لو مات انا هسيبه. قلت له طب وانا استفدت ايه لما تموته؟ قال لي يبقى خلاص هدمره. زودت في القراءة جامد، صار غضب، غضب فظيع، صوته هز الأوضة كلها. اسكتي، بعيدي عني، بعيدي عني، بعيدي عني. وذكر لي اسم شخص المفروض ان هو صديق لجوزي، وان هو عارف موضوع المشاكل اللي بينا، وموضوع ان هو كان ظهر فيه مس وظهر فيه حاجات تانية. فحصل بقى ان انا سمعت اسمه منه اكتر من مرة. فطبعا انا اترعبت لما شخط وهز الأوضة بصوته. الأوضة كلها كانت بتترج بالصوت. فضلت اقرأ قرآن ومسكت وجمدت قلبي قوي لحد ما راح، ما قدرش يقاوم، راح مخروص ونام. خرجت من الأوضة مرعوبة جدا، كنت مش عارفة اعمل ايه. اتصلت بأستاذ مجدي، اتصلت بأستاذ محمود، وحكيت لهم ما تخافيش، محدش هيقدر يأذيكي، ما تخافيش، خلي قلبك جامد، انتي اقوى منهم، هم ضعاف جدا، اجمدي. اللي حصل بقى تاني يوم بعد ما جوزي سافر كان رعب بالنسبة لي اكتر بكتير من اللي حصل مع جوزي، لان كان حاجة صعبة جدا عليا ما كنتش اتخيل. ان شاء الله نزل لكم جزء تاني واعرفكم ايه اللي حصل معايا، رعبني جدا.